من امبارح وانا بحاول اوصل لسيناريو آه، او لخطة آه، لحكاية مجلس السلم العالمي واللي ترامب بيقصده في غزة. وبصراحة انا وصلت للسيناريو اعتقد انه ظريف، واعتقد انه يعني في نسبة من الواقعية شوية. بداية، هل احنا بنتكلم على غزة كلها ولا بنتكلم على الجزء اللي محتل تيوس او اللي بعيد عن الخط الاخضر؟ يعني نبعد عن الحتة اللي فيها اسرائيل. يعني هل اسرائيل هترجع الحتة دي ولا لا؟ الواقع عشان السيناريو ده يمشي كويس وما يبقاش فيه خلافات بعد كده ولا مشاكل، لازم اسرائيل ترجع الخطة، ويمكن قصدي ترجع الحتة ديت. ويمكن هو ده سبب اعتراضها دلوقتي، وانها مش مبسوطة من الموضوع. الموضوع كله بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة، ومن أول ما هذكر الجملة دي هتفهموا. آه لجنة إدارة، يعني الناس اللي شغالين المهندسين وغيره وغيره وغيره. لجنة الإدارة هنشرحها دلوقتي. بتقرر، بتقدم طلباتها أو خطتها أو الفلوس اللي عايزاها أو اتيفر لاتحاد الملاك. اتحاد الملاك يوافق، يصرف لها الفلوس، تبتدي تشتغل. ده السيناريو الأساسي. احنا عايزين نعمل سلام، صح؟ اه. مش عايزين حد يهاجم اسرائيل تاني، صح؟ اه. مش عايزين الفلسطينيين يعيشوا في شقاء وبتاع، صح؟ حسني قصدي اسف. السيسي مش راضي ياخد الفلسطينيين. ماشي، طب نعمل ايه بقى؟ خليكم يا فلسطينيين، ونبتدي نعمل المنطقة دي منطقة دولية. يعني ايه منطقة يدافع عنها العالم كله؟ ازاي؟ والله انا بعمل جمعية، حاجة فاكرين، عارفين انتوا الجمعيات اللي شغالة في مصر دي، اللي هي زي جمعية 6 اكتوبر وجمعية مش عارف ايه، والحاجات اللي هي بتاعت المدن اللي اتعملت على الساحل ديت وغيرها وغيرها. نظام جمعيات، وكل جمعية يمسكها لواء، وانتوا عارفين. فهيتعمل اتحاد ملاك، وهو ده السر اللي جنن اهلي امبارح. ليه ملياردير هندي يتم دعوته لهذا المجلس؟ بداية، الاشتراكات مش هتكون اشتراكات دول. يعني محدش يعتقد ان الدول هي اللي هتحمل. لا، ده اشخاص معينين من الدول لهم ثقلهم، وبالتالي لما يحصل مشكلة دولهم هتدافع عنها. حتى إذا تم عن طريق إنها تبقى دول، خير وبركة، مفيش مشاكل. لأن وجهة النظر إن العالم كله يبقى مشترك في هذه الحتة المنطقة، وبالتالي لو إسرائيل هجمت عليه، العالم كله يدافع عنه. لو مصر هجمت عليه، العالم كله يدافع عنه، وبالتالي تحقق الأمن لمصر ولإسرائيل، اللي احنا واجعين دماغنا كلنا بسببهم على طول الوقت ده. وهذا السيناريو قابل للتطبيق. على فكرة كل دي تخمينات من عندي، ما سمعتش اي معلومات عنها من اي حتة، هي مجرد تخمينات. هذا السيناريو قابل للتطبيق في نفس الحكاية في الضفة الغربية، بما فيها منطقة القدس اللي واجعين دماغنا. يقول لك كل شويه، يقول لك القدس الشرقيه، القدس الشرقيه، القدس الشرقيه. فهنخلص من موضوع القدس ده خالص. ترامب ومجموعته هيتقدموا طبعا بالنسبه الاكبر، يشتروا النسبه الاكبر من الاسهم. ما هتبقى نظام اسهم بقى، ممبرشيب، اسهم. والعالم كله، يعني هو حتى فرنسا وقدم لده، كل دول. بوتين
اتقدمت له الدعوة النهاردة عشان آه، عشان روسيا تشتري. فانت هيبقى عندك اتحاد ملاك عالمي بيملكوا العالم كله. لسه هنحدد مثلا رأس مال هذا الاتحاد او هذه الجمعية، هنوسع شوية في الموضوع، هنعمل 200 مليار. ال 200 مليار دول آه، آه، عشان نكون فير ومحدش يشتكينا بعد كده، هندي تعويضات لأصحاب الأراضي والبيوت الفلسطينيين اللي هم يملكوا حجج ووثائق ملكية للأرض. نشتري منهم الأرض ديت من ال 200 مليار، وبعد كده نبتدي نعمل نبني في البلد. نبني في البلد ازاي؟ والله احنا هنعملها حسب، أنا مؤكد طبعا التخطيط موجود. حتى بتاعة الريفيرا وغيره وغيره وكازينوات القمار والحاجات اللي هي في دماغ ترامب اللي يعملها اللي هو شاطر فيها دي، اللي هي المناطق اللي هتبقى على البحر، والمناطق التانية هتبقى تجمعات او نسميها مدن، زي ما احنا بنعمل ليتل ايطالي وتشاينا تاون والحاجات دي. يبقى كل دولة الحي الصيني والحي الايطالي والحي المصري ممكن خالص، ده اذا مصر اشترت، وطبعا ده موضوع انا اشك فيه، وغيره وغيره. فالحي الصيني خلاص ماشي بمنتهى البساطة. الصين هتجيب شركات صينية تبني الحي الصيني وتعمل مرافق وتعمل كل حاجة حسب الخطة اللي موجودة وحسب ما يليق بالذوق الصيني. الحي الإيطالي، إيطاليا نفس الحكاية تبنيه. الحي الإماراتي، ليتل دبي، ليتل الرياض، ليتل عادي خالص خالص. نستفيد من خبرة مصر في العاصمة الإدارية، وتروح تشترك، يعني تبني للناس دول للسعودية وغيرها، أو تضحي لو هي عايزة تعمل ليتل ايجيبت أو ليتل كايرو هناك، تروح تعمل ليتل كايرو، وهكذا. أصبح العالم كله اشترك في قطعة الأرض هذه. الفلسطيني نفسه هيعيش في رخاء عمره ما كان يحلم بيه. بدل ما كان بيخرج العمال يروحوا يشتغلوا في إسرائيل ويروحوا مش عارف ايه ويعملوا ولا اونروا ومش اونروا وشغالين على الاعانات، حياتهم هتتغير. ونسيبنا بقى من الموضوع القضية الفلسطينية كده، يبقى انتهت القضية، مفيش حاجة اسمها فلسطينية بقى تاني وخلصنا على كده. وعلى فكرة ده مش غريب خالص خالص. التاريخ بيتم حصل فيه حاجات كتيرة قبل كده خالص. ده ثقافات شعوب بالكامل اتغيرت. بص لمصر، ولما حصل والاحتلالات اللي حصل لها وتغيير الثقافات اللي حصل لها. بص للجزائر، لتونس، لغيره وغيره، كله يعني اللي انت بتشوفه ده ما هوش حاجة غريبة على التاريخ واللي حصل في التاريخ. إسرائيل منطقة النزاع نفسها، إسرائيل نفسها ديت ياما يعني، في مرة يهودية، وفي مرة مسيحية، وفي مرة مسلمة، وفي مرة يهودية تاني. فده شيء عادي. فأنا أعتقد إن هو ده الاتجاه إن خلاص بدل ما أنتش عايز تاخد الفلسطينيين عندك وندي الأرض دي لإسرائيل وبتاع. وإحنا لو عملنا كده طبعا يبقى في على طول القضية موجودة إن في حاجة اسمها فلسطين، وفي حاجة اسمها نرجعها تاني، وفي حاجة نجاهد ونرجعها، وي والكلام مش هيخلص. لا، ده احنا هنحولها لمدينة عالمية بقى. وكذلك المنطقة اللي تحت في الضفة الغربية، وكل شوية نقول القدس الشرقية تبقى عالمية برضو بتاع الناس كلها. يعني العالم كله والجنس البشري كله، عرب وغير عرب وغيره وغيره، بيشتركوا فيها، وتبقى منطقة دولية. بيسموها ايه المنطقة مفتوحة، زي آه، المواد المفتوحة دي، مش عارف. يعني مش هتبقى دولة باختصار، او لو كانت دولة هتبقى دولة يرأسها مجلس إدارة. يعني
يعني عارف انت دولة لا جنسية لها، لا دين لها، لا أي حاجة لها، يعني بيشترك فيها العالم كله. آه، ده تصوري للي بيحصل. مجلس إدارة بيخطط، هنعمل نسمي الشارع ده كذا، هنعمل كذا، هنحط هنا محطة مية، هنحط هنا محطة كهرباء، هنعمل كذا، هنعمل كذا، هنوزع كذا، ده الكلام ده كله تخطيط. وجايبين له مهندس فلسطيني كفء، المفروض مشهور له بالكفاءة الراجل ده، اللي هو جاي مهندس إنشاءات وتخطيط مدن. معاه مصر طبعا بخبرتها في المدن الجديدة والحاجات ديت. وطبعا الأساتذة الكبار اللي هم الأوروبيين والكلام ده هيبقوا مشرفين. مجموعة الشغيلة دول، ما اعرفش طبعا 100%، طبعا هيكون لهم امتيازات مرتبات، سميها زي ما تسميها. وبعد كده تبتدي يقدموا طلباتهم لمجلس الإدارة. مجلس الإدارة يصرف الفلوس، الناس دي تشتغل وتخطط وتعمل. وأعتقد إن هيكون في تفكير إنها تتعمل بسرعة، ما تاخدش 15 سنة ولا غيره ولا غيره، لأن اللي حط فلوس عايز يشوفها. يعني مش عشان حبا في الفلسطينيين، لا، ده أنا عشان أحط مليار. وده طبعا مبلغ متواضع، يعني الناس هتحط أكتر من كده بكتير. عشان أحط مليار عايز أشوفه، عايز أشوف الريع بتاعه والعائد بتاعه. فيهمني جدا جدا ان انا اخلص الموضوع ده كله في اقل من 5 سنين. فعشان كده شركات العالم كله هيشترك في البناء. وزي ما قلت الطريقة اللي تتعمل بيها سريعا، ان هي تتوزع على الدول كأحياء. يبقى عندك العالم كله موجود في غزة، الصين، اللاتيني، الإسرائيلي، العربي، التركي، الإيراني، ال أحياء موجودة. وأنت اللي حي اللي يعجبك تعيش فيه. بس كده. ده تخيلي اللي ممكن يحصل، لأن عمال أفكر في موضوع السلم العالمي ده، والطريقة اللي بنطلب بيها، وحكاية مليار وكرسي دائم. يعني ايه دائم دي؟ ما انت لو بتفكر في اعماره ماشي، يبقى دائم ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ اذا هي ملكية. غير كده دماغي مش جايب.